محمد زيدان هو واحد من أهم اللعيبة اللي لمعوا في تاريخ الكرة المصرية في أوروبا، واللي عملوا بصمة واضحة في البطولات الدولية. وطبعا محدش يقدر ينسى لقطته الشهيرة قدام منتخب الكاميرون في نهائي كأس الأمم 2008 سونج وزيدان. واللقطة دي كفيلة تعرفك شخصية محمد زيدان الكروية. اتولد زيدان يوم 11 ديسمبر 1981 في بورسعيد، وبدأ مشواره في كرة القدم من شوارع مدينته لغاية ما بقى نجم على المستوى المحلي والدولي كمان. زيدان عنده قصة كفاح تستحق الاحترام، لانه اتغلب على صعوبات كتير علشان يوصل للمستوى اللي بقى فيه. محمد زيدان بدأ يلعب الكورة في نادي المصري البورسعيدي اللي بيعتبر من اهم الاندية في مصر، وبياخد اهتمام كبير من جمهور بورسعيد. كان واضح من وهو صغير ان عنده موهبة مميزة، وكان بيتنبأ له مدربين بمستقبل كبير. لكن في نفس الوقت كانت الحياة صعبة بالنسبة ليه، لانه كان بيتحمل ضغوطات كتير جدا عشان يثبت نفسه. في الوقت ده الكشافين بتوع الأندية الأوروبية كانوا بيدوروا على المواهب الشابة في مصر، وزيدان كان واحد من الأسماء اللي لفتت الأنظار. قرر إنه يجرب حظه بره مصر وسافر لأوروبا علشان يبدأ مشواره الاحترافي. أول محطة احتراف لزيدان كانت في الدنمارك مع نادي FC ميتلاند سنة 2003. هناك زيدان قدر يثبت نفسه بسرعة، وبقى واحد من أفضل اللاعبين في الدوري الدنماركي. سرعته ومهاراته في المراوغة والتسديد كمان خلت الجماهير تعشقه، وكمان لفت أنظار الأندية الكبيرة في أوروبا. في خلال الموسم اللي لعبه مع ميتلاند سجل زيدان عدد كبير من الأهداف، وده كان سبب في انتقاله لنادي FC كوبنهاجن. لكن الغريب انه ما كانش مرتاح في النادي الجديد، ورغم كده قدر يبين امكانياته العاليه. زيدان انتقل بعد كده للبوندسليجا الدوري الالماني، واللي بيعتبر من اقوى الدوريات في اوروبا، وبدا اللعب مع نادي فيردر بريمن في سنه 2005. في الفتره دي بدا زيدان يلمع اكتر، وبدات الجماهير الاوروبيه والمصريه تاخد بالها من مستواه العالي. زيدان كان مميز لانه مش بس بيسجل اهداف، لكن كمان كان بيساهم في صناعه اللعب ويعمل تمريرات حاسمه. لكن التحول الاكبر في مسيرته كان لما انتقل لنادي ماينتس في سنه 2005، واللي بقى فيه نجم الفريق الاول. هناك قدر يعمل شراكه ناجحه مع المدرب الالماني يورجن كلوب اللي كان بيدرب ماينتس وقتها. العلاقه دي كانت مهمه جدا في مسيره زيدان، لان كلوب كان بيعتمد عليه بشكل كبير في خطه اللعب. مع ماينتس زيدان بقى واحد من افضل اللاعبين في الدوري الالماني، ونجح انه يسجل اهداف حاسمه ويصنع فرص لزمايله. الفتره دي كانت من افضل الفترات في مسيرته الكرويه، لانه قدر يثبت نفسه على مستوى الساحه الاوروبيه ويخلي اسمه معروف وسط كبار اللاعبين. بعد تألقه مع ماينتس قرر يورجن كلوب انه ياخد زيدان معاه لما انتقل لتدريب نادي بروسيا دورتموند، وده كان في سنه 2008. مع دورتموند زيدان استمر في تقديم مستويات مميزه، وكان ليه دور كبير جدا في نجاح الفريق في الفتره دي. زيدان مع دورتموند لعب جنب نجوم كبار، وقدر يكون جزء من فريق قوي كان بينافس على البطولات. ومن ابرز اللحظات اللي عاشها مع دورتموند كانت فوزه بالدوري الالماني في موسم 2010-2011. ده كان انجاز كبير جدا في مسيره زيدان، وبيعتبر من اهم اللحظات اللي توجت مشواره في ألمانيا. رغم النجاح الكبير اللي حققه محمد زيدان في أوروبا، إلا إنه كان دايما عنده حلم إنه يرجع يلعب في مصر بعد مسيرته الطويلة في أوروبا. قرر إنه يرجع للنادي المصري البورسعيدي في 2012، لكن للأسف الفترة دي ما كانتش موفقة زي ما كان متوقع. الإصابات والأزمات اللي مر بيها النادي في الوقت ده أثرت على مستوى زيدان، وده خلاه يقرر إنه يعتزل الكورة بشكل رسمي في 2015. بس خلينا نتكلم على مستوى المنتخب. زيدان كان له دور مؤثر جدا في فوز منتخب مصر بالأمم الإفريقية مرتين سنة 2008 وسنة 2010. هو كان جزء من الجيل الذهبي اللي ضم نجوم كتير زي محمد أبو تريكة وحسني عبد ربه وأحمد حسن. زيدان كان ليه أهداف مؤثرة في البطولات دي، وكان دايما بيلعب بروح قتالية عالية. واحدة من أشهر لحظاته مع المنتخب كانت لما سجل هدفين في مرمى البرازيل في بطولة كأس القارات 2009، ودي كانت مباراة مشهودة. رغم إن مصر خسرت 4-3، لكن الأداء اللي قدمه زيدان في المباراة دي خلى الناس تتكلم عنه في كل مكان. بعد ما اعتزل زيدان قرر انه يكمل حياته بعيدا عن الملاعب، وركز على حياته الشخصيه والاعمال الخاصه بيه. على الرغم من انه مش موجود في الاعلام بشكل كبير، الا ان اسمه لسه مرتبط بالكره المصريه، وبيعتبر من اللاعبين اللي سابوا بصمه في الكره الاوروبيه. زيدان كان نموذج للاعب المصري اللي قدر يكسر الحواجز وحقق نجاح كبير بره مصر، وفي نفس الوقت فضل متعلق بجذوره واصوله. مسيرته بتعتبر درس لكل لاعب شاب انه بالصبر والالتزام ممكن توصل لاعلى مكان حتى لو بدأت من نقطة صغيرة. وخلينا نقول إن محمد زيدان هو واحد من اللاعبين اللي صنعوا تاريخ في الكرة المصرية والعالمية. مشواره من شوارع بورسعيد لغاية منصات التتويج في أوروبا بيعتبر قصة ملهمة لأي حد بيسعى للنجاح، ومش بعيد يكون من النماذج اللي ألهمت صلاح إنه يجرب، ومش محتاج أوضح لك الباقي. سلام.